ولا نبيعها مهما كانت التسقيطات. خابروني قبل شويه اكو شخص يحاول ان يزرع فتنه، اكو شخص يحاول ان يشوه سمعتنا. خابروني قالوا لي اكو شخص يسوي ايضا موقع على الفيس نفس صورتك اللي غيرتها البارحه، ودا يدخل على صفحتي بنفس الصوره ودا يعلق بالعالم انبهكم هاي صفحه مو صفحتي. سوى هذا الفيديو اللي نزل من عندها حينزل الان عفوا، وصفحتي بها ما يقارب 100,083 متابع. ومستحيل يعني اذا قال لكم انه محتاج رصيد فانا ما اسويها، اموت وما اطلب رصيد من احد. مستحيل ان اتلفظ بالفاظ باليه. اياكم احذروا هذا الشخص. هذا الشخص يحاول ان يزرع فتنه طائفيه، وهذا الشخص يبدو من ضمن جيش الكتروني ممنهج، بحيث حاطين سنان العزاوي بالزائد، بس ان شاء الله يخسؤون، وان شاء الله فعل الخير مستمر، وان شاء الله الخيرين اكثر من الاشرار. ابشركم يا شرفاء، انا الان بمستشفى الكرامه، الاخ سعد خليفه وضعه زين، والمتبرع كليته له يجري فحوصات، والحمد لله. البارحه اتابع الفيس، هناك بعض الناس اللي يحاولون ان يبثون التفرقه، ويحاولون ان يفتتون الوحده الوطنيه، ويحاولون ان يحبطون من عزيمه المتبرعين. فواحد من التعليقات السمجه اللي بيها ضغينه وتنقط صفاره، كاتب انتم يا اهل العماره جايين تتبرعون كليتكم لهذا سعد خليفه، هذا الفنان اللي كذا وكذا وكذا، عفوا الفاظ بذيئه، ومكمل يعني لو بدكم خير كان تبرعتوا لبنت العماره بدكم اللي عمرها 14 سنه اللي هي رباب جمعه، وحاط صورتها. انا اخذت هذا التعليق، اخذت من الجانب الايجابي اللي هو صوره البنيه ونزلتها، وطلبت ان اوصل لاهلها، والحمد لله عن طريق العراقي الشريف حمزه السعيد اللي هو ابن اهالي العماره، وصلني لاهلها واخذت تقاريرهم الطبيه، والفضل الله سبحانه وتعالى مو الي، وشرفتها المدير مستشفى الكرامه الدكتور ليث، ومعه المستشفى ايضا الدكتور حيدر، وقالوا وضعها جدا صعب هاي البنيه، شلون ساكتين عنها اهلها، لازم تجي. وخابرنا الاستاذ كاسب الحاشمي اللي هو مدير صحه الجرح، مشكورا وجه شكر لك يا استاذ كاسب، يا استاذ ليث، ويا استاذ حيدر في مستشفى الكرامه. البنيه دخلت اليوم، وصلت من العماره من الصبحيه واهلها، ودخلت بالجناح الخاص، وكل الادويه والتحليلات على حساب المستشفى، على حساب وزاره الصحه، لهاي البنيه البطله بنت العماره، عماره الزلم الزينه، لازم نرد لهم الجميل، وهذا غصبا علينا، وهذا واجب كل عراقي، ماكو فرق بين هذا فنان وهذا طالب وهذا جندي وهذا استاذ، كلنا ايد واحده حتى نقدر نشوف باكر بالعراق زين، بمحبه وبتفاني وباخوه. والحمد لله جو المتبرعين الان للكلى الرباب جمعه بنت العماره، هاي الحليوه اللي عمرها 14 سنه زين، وان شاء الله المتبرعين دا يتوافدون الها، وماكو فرق بين الكل، ومستمرين على عمل الخير. اليوم تشوفوني هنا، وباكر تلقوني بيم اخوتي بالقطعات الاماميه بالجانب الايمن زين، ووراها تشوفوني بساحه التحرير، وما اثنين لا مضغوطين ولا جماعه جيش الكتروني. احذروا هذا الشخص، لان هذا موجه من جهات يحاول ان يسقطنا، ويحاول ان يبث التفرقه، فاحذروا من عنده، بده يسوي صفحات باسمي متكرره. انتبهوا الى المعلومات. عندي انا اكثر ما يقارب من 100,000 متابع، وما اتلفظ بالفاظ بذيئه ولا اكتب تعليقات تافهه، عفوا. الكل يعرف من هو سنان العزاوي وما هي اخلاق سنان العزاوي، ولا اطلب رصيد الى اخره، لان هذا يحاول ان يقلل من قيمتنا الاعتباريه وقيمتنا الاخلاقيه. شكرا لكم. والمستشفى الكرامه بعد شوي راح ننزل فيديو شلون اجتي رباب بنت العماره، وشلون سووا لها الفحوصات والتحاليل غصبا على كل مضغوط. وعاش العراق، عاش العراق.